بتركيب قطعة جديدة على نفس الجهاز المستمر مع كل المديرين الفنيين على أمل إن المكنة تطلع قماش، الزمالك بيبدأ مرحلة جديدة يا عالم مدتها قد إيه تحت شعار الأمل. أمل محمد حلمي في تحسن العروض والنتائج عشان يستمر لنهاية الموسم أو لأطول فترة ممكنة. أمل الجماهير إنها تشوف الأداء اللي نفسها تشوفه من مجموعة اللعيبة دي مصحوبا بنتائج لطيفة. أمل الإدارة إن العجلة تمشي وما تشيلش الليلة في الآخر. أمل اللعيبة إنها تثبت وجودها وتفرض نفسها. املي وامل كل واحد فيكم ان لو استمر تغيير المدربين بنفس معدل كل سنه فتدريب الزمالك اكيد هيوصل لي وهيوصل لكل واحد فيكم نفر بعد ما الاداره تخلص على كل الاسماء اللي ممكن تدرب الفريق، والمساله هتكون مساله وقت مش اكتر. الخلاصه زي ما كلنا عارفين في الزمالك مفيش صاحب بيتصاحب، قصدي مفيش حاجه مضمونه وكل شيء وارد في اي وقت وبدون مقدمات. الزمالك بيدخل اللقاء في المركز السابع برصيد 18 نقطه من 5 انتصارات و3 تعادلات و2 مدربين. الداخليه في المركز ال14 ب9 نقط من فوزين و3 تعادلات و7 هزايم. الزمالك بيبدا ب4 تغييرات عن تشكيله دجله، الشناوي في حراسه المرمى وجنش لسه مقموص، اسامه جبر الونش ناصف، قصادهم 2 ارتكاز طارق ودونجا، شيكابالا ستانلي رفعت، تحت مهاجم تخين مايوكا، ومفيش معروف يوسف، ودي معلومه لازم نذكرها في اي تشكيل وربنا يديمها نعمه. تبقى طالع من كلاسيكو اسبانيا بين برشلونه وريال مدريد بالاعاده بكاميرا انتل 360 درجه لا بيك ولا عليك، تلاقي الوحده 11 في خلقتك كده خبط لزق بتصوير والوان ونقل تلفزيوني، لو صوروا بيه فرح اصحاب الفرح مش هيرضوا يدفعوا لهم الحساب. تصوير عار على البلد والقاره والكوكب والمجره، حاجه تكسف، بس تكسف مين؟ اللي عنده دم اساسا. اول محاوله على المرمى كانت بعد ربع ساعه من بدايه الشوط الاول، ضربه راس من جبر في القائم. الزمالك عنده مشكله واضحه في التلت الهجومي في التحرك بدون كره والفينش، ويا رب نعيش لما نشوف مهاجم الزمالك بيقطع على العارضه القريبه او يقطع قبل المدافع ويخطف الكوره. الزمالك دفاعيا مرتاح بلا اختبارات حقيقيه، مستحوذ بشكل شبه تام، الانتشار واسترجاع الكوره بقياده طارق ودونجا الامور كلها ماشيه كويس في اول تلتين من الملعب. التلت الهجومي حماده تاني خالص، بيعتمد على كل لاعب ومهارته، مفيش تحرك جماعي متخطط له، وده اللي لازم يبقى عليه الشغل الايام اللي جايه، لان واضح ان مفيش كثافه هجوميه لدعم مايوكا اللي محتاج يخس 10 كيلو على الاقل عشان نبدا نحكم عليه. المباراه ماشيه بشكل سلس امام منافس مستسلم تماما، بدليل ان جول شيكابالا جه بعد 18 تمريره مرت تقريبا على كل لاعبي الزمالك بدون اي تدخل او ضغط حقيقي من لاعبي الداخليه. لعيبه الداخليه ارتكبوا في الهجمه دي الجريمه الدفاعيه الكامله، يعني ما تقدرش تقبض على لعيب معين منهم وتلبسه القضيه، كلهم مشتركين فيها، وعشان كده ممكن الحكم يبقى مخفف. شوط تاني افضل هجوميا ولكن اقل من المفروض، تلمح في الشوط ده على خفيف كده تعليمات مدير فني بالتواجد هجوميا بشكل اكبر واكتر فعاليه، لكن التلت الاخراني لسه برضه محتاج شغل اكتر ولعب من لمسه واحده بشكل اسرع وتحرك من غير كره بشكل جماعي لفك شفره دفاعات فرق في المرحله الجايه اكيد هتكون اقوى من الداخليه اللي برشحها وبقوه للهبوط. خروج مايوكا ونزول باسم، مايوكا رغم كل وزنه الزايد كمستوى احسن من جعفر والاثنين في الضياع. جون تاني لرفعت بيعلن بيه عن وصوله للزمالك، والصراحه هو من احسن اللعيبه اللي في الملعب النهارده، فاتح شارع في الشمال مع ناصف، بس مطلوب منه حاجه بسيطه خالص، يبتسم مش اكتر لان محدش واخد منها حاجه. رفعت استمر في لمساته وعمل اسيست ضربه جزاء جاب منها باسم الجون الثالث. المباراه دي تحديدا بمستوى الداخليه كانت فرصه للزمالك للتدريب على تشكيلات هجوميه تنفع في يوم تاني ما يكونش له ملامح. محمد ابراهيم وصل، الحمد لله على السلامه، والله ليك وحشه يا ابني، لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه. محمد نازل فايق وعاوز يرجع ومستعد، احلف ان رجوعه النهارده كانت اكتر حاجه اسعدت جمهور الزمالك. من فوائد المباراه دي التاكيد على حقيقه علميه مؤكده ان باسم ومايوكا افضل من جعفر، والاكيد ان الزمالك لا يمتلك اي مهاجمين.